فيلم شماريخ، الحدوتة جاية منين؟ فيلم شماريخ إخراج عمرو سلامة وأبطاله آسر ياسين وأمينة خليل، والفيلم مليان ممثلين كبار زي خالد الصاوي والراحل مصطفى درويش. ده حتى الأدوار الثانوية قوي يعني كان فيها نجوم زي طه الدسوقي، طلع في الفيلم مشهد واحد يوصل الأوردر وما ظهرش تاني. والفيلم البطل فيه في الحقيقة هي الشماريخ والألعاب النارية اللي نقلت الفيلم من فيلم أكشن لطيف لفيلم صورته مختلفة جدا. وقال عمرو سلامة في حوار ليه إن فكرة الشماريخ جات له لما كان في احتفالية تحت بيته وكان فيها فاير ووركس. في البداية تخيل انه ضرب نار، لكن عرف بعد كده ان دي العاب ناريه. في الوقت ده لقى الكلب بتاعه مستخبي ومرعوب، فجات له الفكره ازاي حاجه شكلها حلو قوي كده زي الفاير ووركس وفي نفس الوقت ممكن تبقى مخيفه، واستخدمها في السيناريو بتاعه عشان العصابه تغلوش بيها على العمليات اللي فيها ضرب نار وقتل. بس الحقيقه ان الشماريخ والالعاب الناريه وصناعتها ميزت الفيلم. وحسب تصريح عمرو سلامه ان الفيلم خد ريسيرش كتير عن صناعه الالعاب الناريه. وقال عمرو سلامه ان في كتابته اتاثر بحاجات كتيره قوي، ومن ضمن الحاجات دي هي الافلام الاكشن الكوري. يمكن عشان كده مصمم المعارك اللي في الفيلم كان مدرب كوري امريكي. وقال آسر ياسين عن المعارك اللي في الفيلم ان هي كانت المفروض يطلع شكلها عشوائي، ولكن عشان تظهر بالشكل العشوائي ده كان لازم يبقى فيه تدريب كويس على المعارك. وقال انه عشان الفيلم ده اتعلم المارشال ارتس ورياضه قتاليه اسمها الوينج تشان. اما امينه خليل فقالت ان الفيلم ده بالنسبه لها كان تشالنج، لانه فيلم اكشن بس مش فيلم اكشن عادي. مواقع التصوير في الفيلم كانت كتير لدرجه ان منتج الفيلم قال ان اكبر مده قعدوا فيها في لوكيشن كانت 3 ايام. ظروف تصوير الفيلم ما كانتش سهله، ويمكن اكبر مشكله تعرض لها الفيلم هو موت الفنان مصطفى درويش اللي مات وسط تصوير الفيلم، وكان ليه مشاهد كتير لسه ما اتصورتش. وده اللي خلى المخرج عمرو سلامه والمونتير احمد حافظ يحاولوا يعالجوا المشاهد بحيث انهم ما يضطروش يشيلوا خالص المشاهد اللي فيها مصطفى درويش. والفيلم برغم انه فيلم اكشن لطيف الا ان الجمهور اتقسم عليه. في جزء انبهر جدا بالفيلم والحقيقه ان صوره الفيلم مبهره جدا، وفي جزء تاني قال ان الفيلم متاثر بشكل كبير بافلام اجنبيه تانية. والحقيقه ان فيلم شماريخ هو فيلم فعلا مختلف، ولو شفت الفيلم قول لنا رايك في الكومنتس.